ودي ناس تديعك وده لايف ستايل. المسلم اللي بجد هو اللي عارف ان الطاقة وقانون الجذب والصحة النفسية والجسدية في حشو هنا. الطاقة وقانون الجذب دول حاجة، الصحة الجسدية والنفسية لا، دي حاجة تانية. نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يكون برعاية موسم الرياض. هنا أذكر وأهيب جميع الجماهير من دولة مصر الشقيقة بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالقوانين والأنظمة. أي محاولة منك لمخالفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني، أو في مقولة أخرى والله اشتقنا. طبعا يا جماعة فيديو جديد تاني، والفيديو ده قبل رمضان، وفي آخر الفيديو ده هننوه عن حاجات مهمة تعملها في رمضان، وبرضه هيكون من خلال الرياكت. اعمل لي فولو على انستجرام لو انت مش على انستجرام، لان هيبدا ينزل شورتس على انستجرام وعلى تيك توك ان شاء الله باذن الله. ولو ما صليتش العشاء فقوم صلي العشاء. كنت فاكرني هنسى صح؟ ايوه عادي، انا ممكن انسى، بس انا لو نسيت انتوا هتفكروني في التعليقات. المهم بس قوم صلي العشاء وتعالى عشان نبدا الفيديو. واللي صلوا العشاء ما ينسوش يعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا بسم الله. سلموا عليك بايد تانية سريعة خفية، مش هكدب على الماتش. ودي ناس تديعك وده لايف ستايل. اعدائي اتلموا الاعداء فيهم من بعض. ترند الاغاني بدون موسيقى، الترند ده حلو جدا جدا. شلنا الموسيقى اتبقى لنا الكلمات، فالكلمات حرموها حرام وحلالوها حلال. فاكرين لما اتكلمت عن الشيخ بتاع اللي كان بيقول هذا كله حرموه حرام وحلال؟ لا، هو مش كله. الكلمات هي اللي حلالها حلال وحرامها حرام. الموسيقى اللي جايه من المعازف فهي كلها حرام. طيب كده اتبقى لنا الكلمات، تمام. انا مش هتكلم ان بنت هي اللي بتعمل كده، لان البنت طبعا ملهاش ان هي تتمايل ولا ليها ان هي تطلع بزينه الحاجات دي. فاحنا هنركن قصه بنت. هتكلم ان ولد دلوقتي هو اللي بيسمع اغاني بدون موسيقى، وليكن مثلا اغاني تحفيزيه، اغاني فيها كلام ما يثيرش الغرائز، اغاني فيها كلمات عاديه تاخذ ماخذ الشعر، اذا ما فيهاش مشكله. وانا شايف ان الموضوع ده يبقى تدريجي، انك تنتقل من الاغاني للقران، يعني اغاني بدون موسيقى بعدين قران. وعلى فكره مش هتعرف تسمع القران غير لما تحب تقراه، يعني لما تقرا هتحب تسمع، ولما تتدبر هتحب تقرا. التدبر فهم، هتبقى عارف انت بتقول ايه وبتتكلم عن ايه، والايه دي بتقول ايه ومعناها ايه ونزلت في مين، وتشوف اعجازها العلمي واعجازها اللغوي الى اخره، فتعرف قيمه اللي انت بتقراه. بس ده كله بالتدريج. فهو كبدايه يا جماعه، اللي هو عشان كذا حد سالني على موضوع الاغاني بدون موسيقى ده، طبعا هو كويس، ولكن الكلمات الكويسه مش الكلمات اللي هي تثير غرائز او حاجه زي كده. اللي بعده المسلم اللي بجد هو اللي عارف ان الطاقة وقانون الجذب والصحة النفسية والجسدية والتربية الإيجابية مش خرافات من اختراع الغرب، دي أساسيات وتعاليم ديننا وسنة رسولنا لما قالك نفض سريرك ونام على يمينك وامسح كرسيك. المسلم اللي بجد بتلاقيه يسافر ويلف العالم ويتبسط، بس هو راكب الطيارة بيقولك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. المسلم اللي بجد بيلعب يوجا اللي اخترعها ناس ما عندهاش ملة ولا دين، بيتبسط ويعمل كل حاجة، لكن بعد ما بيخلص ما بيقولش ناموستي، بيقول الحمد لله. حياتنا كلها جميلة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا بتوع الطاقه؟ طب يا جماعه، المسلم اللي بجد هو اللي بيمشي على سنه الرسول، وهو اللي بينام على جنبه اليمين، وهو اللي بيمسح كرسيه، وهو اللي بيظبط فراشه، وهو اللي صح، دي حقيقه. المسلم اللي بجد هو اللي بيسافر في طياره وبيقول ان ربنا لمنقلب، وبيقول دعاء السفر، صح، دي حقيقه. لحد هنا احنا كويسين. طب فين بقى المشكله؟ احنا عندنا المشكله ان المسلم اللي بجد بياخد سنه حياته من سنه الرسول. يعني ايه؟ يعني بص كده، المسلم اللي بجد هو اللي عارف ان الطاقة وقانون الجذب والصحة النفسية والجسدية في حشو هنا. الطاقه وقانون الجذب دول حاجه، الصحه الجسديه والنفسيه لا، دي حاجه تانية. وبعدين قالك والتربيه الايجابيه برضو دي حاجه تانية. التربيه الايجابيه صح معانا، الصحه النفسيه والجسديه صح معانا. حطيت معاهم ليه بقى قانون الجذب والطاقه؟ بصوا يا جماعه، دي مغالطه منطقيه بيستخدمها اغلب الناس اللي بيحطوا السم في العسل. حاجه كده شبه ان هو يحط لك مكعبين ملح مع 1000 مكعب من السكر، فانت مش هتحس بيهم ولا هتاخد بالك من لونهم، بس هيفضل الملح ملح والسكر سكر. يعني هيفضل قانون الجذب والطاقه دجل وخرافات، وهتفضل التربيه الايجابيه والصحه الجسديه والصحه النفسيه حاجات في حياتنا. اتفقنا؟ قانون الجذب، واقعد على البحر واشم واستنشق وانا بس ابقى مؤمن ان الهبل اللي انا بعمله ده هو اللي هيجيب لي فلوس، وان الدعاء وان الصلاه وان الصدقه مش هي اللي هتكون سبب في ان ربنا يرزقني
ان ابقى متوقع، ان ابقى قاعد عارف اقول انا قاعد في مكان المكان ده طاقته وحشه، الحيطه دي وراها طاقه سلبيه، المروحه دي بتطلع طاقه ما ده عيب، ده عيب نقول الحاجات دي، وعيب نلبسهم كلهم مع بعض للناس. فنخلي بالنا. ناس كتير دلوقتي على السوشيال ميديا بتجيب لك معلقه السكر وعليها نقطه ملح زي الاستاذ كده. اللي بعده ده بوست منتشر ل وسيم يوسف، داعيه سابقا، حاليا مش عارف هو بيعمل ايه بصراحه. كان بيقول ان لا يوجد نص في القران في عقوبه لتارك الصلاه، ولا نص في القران في عقوبه لتارك الصلاه، لان الصلاه تاتي بالحب. ما اعرفش هل هو معاه قران غير القران اللي موجود في بيوتنا كلنا وغير اللي احنا حفظناه، اللي فيه ايات بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هتقول لي يا فرماوي بس ده الويل هنا للمصلين، طب ما بالك غير المصلي؟ يعني المصلي بيسعى عن صلاته له الويل، فما بالك بقى اللي مش بيصلي؟ تقول لي لا انا عايز عقوبه لترك الصلاه. طب يا جماعه احنا عندنا جهنم زي ما الجنه ليها ابواب، جهنم ليها ابواب، من ضمن الابواب دي باب اسمه سقر. طب ماله بقى باب سقر ده؟ في ناس داخله في سقر، في ناس داخله جهنم من الباب ده. ليه؟ ما سلككم في سقر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ما كناش بنصلي، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآية. ما سلككم في سقر؟ لم نكن مصلين. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين. أنا بتكلم إن الداعية وسيم يوسف سابقا تجاهل السنة بالكامل، تجاهل حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. أتجاهل كل حاجة، تجاهل الحديث اللي بيقول إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، تجاهل كل ده وبيدور على آية في القرآن. لا في آيات كتيرة في القرآن، ده الاثنين دول بس اللي افتكرتهم. هسيب لكم لينك بكل الآيات اللي بتتكلم عن الصلاة. فبارك الله في الداعية وسيم إن هو قال البوست ده علشان يفكرنا أنا وإنتوا بعقوبة تارك الصلاة. إيه اللي بعده؟ بسم الله، اسمع مني الحتة دي بقى. وهو ماشي الشيخ محمود علي حسن قسما بالله العلي العظيم في الأثر سيدنا نوح وهو في السفينة كان بيسأل جبريل وهو ماشي يقول له ايه دي؟ يقول له دي أمريكا. ايه دولي؟ يقول له ملائكة يحرسونها. ايه دي؟ يقول له دي استراليا. ايه دولي؟ يقول له ملائكة يحرسونها. ايه دي؟ أفريقيا. ايه دولي؟ ملائكة يحرسونها. اجى عند بلد قال له ايه دي؟ قال له هذه هي مصر، هذه هي مصر. قال له مش شايف حد حارسها؟ من الذي يحرسها؟ فقال يحرسها الله. تصدق بالله انا اول مره اسمع الكلام ده. مش انا بدعي ان انا بدرس حديث يا عم، انا اول مره اسمع الكلام ده. انت اقسمت عليه بالله العلي العظيم، واقسمت ان حصل مع سيدنا نوح الكلام اللي انت قلته ده. يا جماعه هو احنا ما عندناش بربع جنيه عقل؟ يعني انت بتقول دلوقتي سيدنا نوح عليه السلام وهو ماشي في السفينه كان بيكلم جبريل عليه السلام بيقول له دي امريكا وعليها ملائكه يحرسوها، ودي استراليا عليها ملائكه يحرسوها، ودي مش عارف مين، ومصر ما عليهاش ملائكه يحرسوها. يعني امريكا البلد اللي مش مسلمه عليها ملائكه بيحرسوها، ده دخل الدماغ. طيب نعدي دي، هعديها لك، انا ما تعديش بس هعديها لك. امريكا اتكونت 1776 ميلاديه، ما كانش في امريكا ايام سيدنا نوح. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ما كانش في وقتها امريكا، الولايات المتحده الامريكيه ما كانتش موجوده. انا مش عارف بيجي لهم قلب ازاي يقفوا ويمسكوا المايك واقسم بالله العظيم دليل واقسم عليه يا سيدي. ربنا يهديهم يا رب. اللي بعده نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يكون برعاية موسم الرياض. هنا أذكر وأهيب جميع الجماهير من دولة مصر الشقيقة بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالقوانين والأنظمة. أي محاولة منك لمخالفة القانون يتم التعامل معها فورا وبحزم، ذلك حفاظا على سلامة وأمان باقي الجماهير. الشاشة تقول كنت تدعي لفلسطين ومسكوني، لا تصير الحركات دي. وأي هتافات لإثارة النعرات القبلية أو القومية أو تأييد أو رفضك لأي قضية معينة هذا أبدا مو مكانه مدرجات الرياضة. طيب يا جماعة احنا قلنا 100 مرة محدش يستفز الجماهير. الجماهير الأهلي كان ليهم سبقة كده بهتاف معين ما ينفعش أقوله عشان يعني فما ينفعش نقول لهم ما تعملوش. جماهير الزمالك لسه من كام يوم في الرعاية بتاعت كوكاكولا علشان تيشيرت الزمالك قال لك مش عايزينه هتافات وبتاعه. فتخيل الاتنين متجمعين والجماهير دي في المدرجات بيغيروا من بعض غيرة حميدة، خاصة لو في قضية إنسانية زي دي ودينية عشان الناس اللي بتتقمص. المهم
فلو واحد من الزمالك قال مش ناسينك يا فلسطين، هتلاقي اللي في الاهلي بيقول نفديكي بروحنا يا فلسطين. فيا جماعه لو انتوا ناويين تعملوا حاجه زي كده ما نهددش، يعني احنا مع النظام وحابين نشوف ان اللقاء يتنظم بشكل كويس ومش عايزين فيه هرجله، وعشان نعمل ده المفروض اننا ما نستفزش الجمهور. ملوش لازمه خالص استفزاز الجمهور. انت جاي تستفز اشرس جمهورين يعني في الوطن العربي كله. الناس دي حرفيا بتقلب نتائج مباريات بهتافها. فيا جماعه نصيحه لوجه الله محدش يستفز الجمهور. ولو فكرت انك هتقبض على واحد او هتقبض على اتنين او مش عارف ايه، لا، انت بتتكلم في ان كلهم بيكونوا على قلب رجل واحد، يعني ما بيكونش واحد فيهم بيهتف مثلا واتنين قاعدين، مفيش ده. فبلاش استفزاز يا جماعه، بالله عليكم اخواتنا السعوديين بلاش تستفزوا الجمهور، لان الجمهورين دول اصلا متعصبين لوحدهم، مش كلهم طبعا، بس يعني في المدرج ما انا رحت المدرجات فعارف الدنيا بتبقى عامله ازاي. اللي بعده وربنا يستر فعلا في اللقاء ده. انا اللي اشتغلت مع الشيخ اللي كان بيحفظ قران، وكنت بعمل له مكرونه انا بدور عليك بقالي كتير قوي. تعالى نتكلم بالراحه. انت اشتغلت مع انا الشيخ ده زي ابويا بالظبط. مش هغلط في الشيخ، مش عبيط، حتى لو زي خالك. انا مش ناقص تكفير يعني. لا وحاجه كمان، هو ولاده الاثنين قاعدين جنبي دلوقتي. ماشي. انت زنقني زي ما هي زنقاني برضه يعني. وعد ماشي. الشيخ ده ليه؟ ايه يعني خلينا نفهم تسلسل الشغل. انت كنت بتعمل مكرونه وبيض مسلوق لو انا فاكر كويس. مكرونه خواتم وبيض مسلوق. ايه الوجبه دي؟ انتوا فين؟ خلينا الاول نقول قصه الشيخ وبعدين نتكلم عن قصه محمد عبد العاطي او عبد المعطي. اغلب المشايخ لما بيروح لهم طلبه علم بيبقى عايز يكرمهم، يعني مثلا طالب علم جاي له من سفر او طلبه جايين له فهو عايز ياكلهم، قاعدين معاه بالثلاث والاربع ساعات فهو عايز يعمل لهم اكل. بيكون عدد كبير من طلبه العلم، لو جاب لهم كلهم فراخ هتخرب بيته، ولو جاب لهم مش عارف. فهو اسهل واسرع وارخص وجبه ايه؟ مكرونه وبيض، لا هتاخد وقت ولا بتكلف كتير. شكاره مكرونه فاهم، كرتونتين بيض زي الفل. دي بتكون اسهل طريقه انها تتعمل ومش محتاجه شيف. اي عيل هيقوم يقف يسلق البيض والمكرونه وخلاص. ما هو الشيخ مش جايبك يعلمك او انت مش رايح عنده تتعلم فهيجيب لك بقى شيف او هيجيب مراته تخدم عليكم. فده بالنسبه لسؤال محمد عبد العاطي ليه. كاركتر بقى محمد عبد العاطي نفسه، الشخص اللي بيشتم واللي لسانه طويل وبتاع، اي حد هيعمل كده هيتشهر. اتشهرت بارخص طريقه ممكنه، ودي وهو عارف ده. هو عارف ان اي حد هيقف ها يا ابن مش عارف، خلاص بقت بقت ضحك. بس هو عارف برضو ان شويه وخلاص الموضوع هيختفي، يا اما لو كمل في ده شويه وهيتحبس، لان سبقوه ناس يعني كانوا بيعملوا نفس الحاجه دي واتحبسوا. الشباب بقى الصغيرين حبيبي ما تشيرلوش حاجه، انت بتاخد ذنبه ليه؟ هو خلاص هو شال ذنب نفسه، هو حر. هو الانتاج الكوميدي ضعيف قوي كده لدرجه ان انت هتشير واحد بيشتم بس. الكوميديا دلوقتي بقت يا تشتم يا تتنمر، غير كده بقى مش هنضحك خلاص، انت كده دمك مش خفيف، مش لا ما تضحكش. الملقي عجيب والمستمع اعجب. اللي بعده نختم الحلقه بهذا الجمال والدلال. اتفضلوا يا جماعه. أفضل طريقة تستغل بها رمضان وهي مكونة من 5 أمور إليك هي. أولا الدعاء، وكان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأكثروا منه. ثانيا الذكر، لما شكر الرجل حاله قال يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به. العبادات عددها كبير كتير، أعطيني عبادة واحدة أتمسك فيها. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثالثا صلاة القيام. حابب بشرك بشارة في كل ليلة من رمضان ركز على كلمة الليلة، تجهز قائمة بأسماء أشخاص اسمهم العتقاء من النار، مستحيل يتعذبوا في النار. فتخيل أخي المشاهد ينكتب اسمك أنت عند رب العالمين أنك من أهل الجنة. ليش؟ لأنك كنت تصوم النهار وتقوم الليل. يا سلام. رابعا ليلة القدر. شوف حتى لو راح عليك كل شيء، قرآن، قيام، صدقة، كل شيء حرفيا، إذا طلعت من رمضان وأنت محصل ليلة القدر بس فقد حزت الخير كله. أنت جمعت كل الخير، تغفر لك كل ذنوبك وتكتب لك عبادة 83 سنة بصلواتهم وصيامهم وصدقاتهم. كل هاي الأمور تتسجل في صحيفتك. خامسا واخيرا خليك مسلم ذكي وفطن، فبدل ما تتعب وتجتهد لوحدك في العباده وعم تحصل اجر واحد، في غيرك عم يذكر اخوان المسلمين بهي العبادات وعم ياخذ كل اجورهم حسنات. لسه في اذكى منه، هذا الشخص علم الناس ونصحهم بمشاركه المقاطع الدينيه، فكل اجورهم وحسناتهم في صحيفته يوم القيامه. جماعه انا عارف ان في ناس هتيجي عند 83 سنه يقول لك ايه ده، هو ايه عباده 83 سنه دي؟ ما جديده على ودنا او حاجه. فليله القدر ربنا قال عنها ايه؟ خير من 1000 شهر. ما قالش زي، ما قالش تشبه، خير من 1000 شهر، افضل. والى هنا انتهى لقاؤنا. سلام.